السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم آخر يوم لنا في المدينة النبوية، يعني إقامتها النهار الأخراني. دوكانا متوجهين نحو الميقات أو متوجهين نحو العمرة. راح نوريكم الخطوات كيفاش تحرموا. أكيد الإنسان يدخل يغتسل بنية العمرة، تعقد النية تاعك أنه هذا الاغتسال تاع العمرة، تغتسل اغتسال أكبر كي تخرج تلبس الإحرام. نقول لكم طريقة تاع لبس الإحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن طريقة لبس الإحرام. عندنا قطعتين، الانسان ينحي قلنا المخيط، اي لباس عنده علاقه بجسم الانسان ينحيه. نقول لكم طريقه سهله واللي شائعه بزاف. هذه هي تحكم الطرف هذا ديرو هنا وتلف على روحك وشنو تحرك شويه رجليك باش تقدر تتحرك. هذه طريقه سهله. ومن بعد تحب تجيب سبته، تحب تجيب سبته ولا تفلق هذا ما يطيحش. وشوف السرعه تاعها، يعني السرعه عوره. وإذا حبيت سبتة هاي عندك سبتة كيما هذه تجيبها تبقى روحك عندها. ويبقى لنا قطعة ثانية اللي هو الرداء. وشنو نديرو الجهة اليمنى أطول من الجهة الشمالية، طرميه على جال واش كي تدخل الكعبة الطابع كيش كيدير اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الآن في ميقات ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة. كثيرا ما كان يحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في عمراته الثلاثة وحجته الأولى والأخيرة حجة الوداع. حرم منا الميقات، ما كانش يسمى بأبيار علي. أبيار علي نسبة إلى السلطان السوداني علي الذي دار يعني نقولوا كما نقولوا صدقة جارية. ميقات هدايا يعني معروف، والإنسان كيجي لهنا يصلي في ركعتين لبركة هذا المكان، وليس دخل في العمرة، ماشي دخل في النسك، وإنما لبركة هذا المكان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني جبريل فأمرني أن أصلي ركعتين لبركة هذا المكان. في حمامات تحب تجي مثلا الإنسان يجي بالملابس تاعو من الفندق يجي يغتسل ويلبس الإحرام تاعو، موجود. دخلوا لكم من جايين الحمامات. وفي كذلك مصليات الداخل. كي تلقاو هذه الحطبه اللهنا هذه العازله، عرفوا بلي تاع النساء. كيما انا 103 تاع النساء، 104 تاع النساء، كاين 105 تاع الرجال، كاين مصلي تاع النساء، كاين مصلي تاع الرجال. مثلا من واحد هاوليك الجامع كيفاش جاي، هاوليك المصليات، هاوليك المقصوره تاعو. انا بون صلينا نخرجوا. بعدين الانسان كي يطلع في الحافله وهو في الميقات يتلفظ بالنية: اللهم لبيك عمرة لا سمعة ولا رياء فيها، فإن حبسني حابس ذا الاشتراك، فإن حبسوا يخاف على نفسه الأعداء، العدو ولا المرض، يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن أمام المسجد الحرام، راح نبداو نديروا عمرة. حنا الآن راح ندخلوا المسجد، أكيد سنة. قدموا رجلنا اليمنى، قال بسم الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي باب جنتك. هنا في المسجد كاين درج، ومن السنة الإنسان يكون كما قال العلماء: إذا نزلنا سبحنا، وإذا صعدنا كبرنا. سبحان الله سبحان الله. الإنسان لما يشوف الكعبة أول مرة عنده سنة تاع سيدنا عمر بن الخطاب: يشارك اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا على السلام. ثم وش يجي موراها؟ بالشروع في الطواف. الإنسان يطبع، دوكا الإطباع بالنسبة للرجال، الإطباع اللي قلنا الجهة اليمنى أطول من الجهة اليسرى وترميها، هذا هو الإطباع. وهذه كعبة الضوء الأخضر هاوليك مقابل الحجر الأسود. حنا مع الحجر الأسود مع الزحمة ما نقدرش نشوفه، كي نجو نبداو نغزروا منا ونبسملوا بالتسمية والتكبير. بسم الله الله أكبر. هكا بدينا في شروع في العمرة تاعنا. في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الركن اليمني قبل الحجر الأسود. تكرر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. في الشوط الأول قلنا بسم الله الله أكبر، في الثاني والثالث والرابع قولوا الله أكبر بس. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. هذا الشوط السادس، راح نكملوا السابع. هذه في الحجر الأسود نخرجوا بلا ما نكبروا، راح نصلوا خلف مقام إبراهيم ركعتين إذا تيسر، ولا في أي مكان، وشنو نغطوا الكتف تاعنا. يشرب يديه، يشرب يديه ويستحسن على الفراغ، ويغسل به ويتبرك به، يغسل به. عندك راني شد التليفون مانيش قادر نوريكم. يشرب يديه، يشرب يديه. وهذا الإنسان وش يقول؟ أبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هالي جبل الصفا مقابلنا، هذا هو جبل الصفا. من هذا الجبل إلى جبل مروة كانت أمنا هاجر عليه السلام تروح وتجي 7 مرات إلى أن خرج الماء، ماء زمزم. هذا هو جبل الصفا، جبل المبارك. دوكا واش نديروا كيما يديروا الناس، ونقولوا نستقبلوا القبلة، نديروا كيما مقابلين الناس، نقابلوا الكعبة وندعوا. نقابلوا الكعبة؟ أكيد نقابلوا الكعبة كيما لا نقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب كلها وحده. هنا تدعي وإذا نعاودوا خطاب ندعو طروازية ونروحوا. هذا وين هبطنا من جبل الصفا رايحين جبل المروة. كما الضوء الأخضر هنايا يقولوا بلي أمنا هاجر كانت تجري وتدعي واحد الدعاء، تقول اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم تجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت العزيز الحكيم. كما تشوفوهم الرجال باش يجروا، النساء يتمشاو بالعقل. هنا يبدا الضوء الاخضر تقول تجري هكا ربي يغفر وارحم. هنا ثاني كي نجيو من المروه نروحوا للصفا نعاودوا نفس الدعاء اللي درناه مليح. انا كملنا صوت الشوط السابع. دوكا خلاص بلا ما نكبروا نخرجوا من المسجد. هاي اللي تخرجوا للساحات، هذاك الصفا جبل مروه، ومنا نخرجوا من الساحة تاع المروه ولا الساحة المؤدية إلى شارع غزة. نخرجوا بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم، اللهم إني أسألك من فضلك. ثم دوكا نروحوا نحلقوا، بصح شنو تحليق ماشي لهنا، تحليق عند محلات خاصة، وكما قلنا التحليق أرحم وأفضل وأكمل وجه، أفضل من التقصير. محلات الحلاقة اللي هنا في مكة أو في برج الصفوة يخدموا الله يبارك لهم ما شاء الله. جاي في طبق ثاني، برج الصفوة طبق ثاني. شوف هاو عندك منا باب أجيال، وهادو برج الصفوة، وعندك هذه كذلك حمام رقم 1 اونفاس ليها كاين هذا الدخل العائلي. فندق ابرز الصفوه الفندقيه اسواق تجاريه، عندك لاسانسور هذه الوحده، وماذا كاين واحده موراها الدوزيام، ضو على يدك لاكوش تلقى حوانت تاع الحلاق. الروح تسعى والفؤاد يطوف والعين عطشى واللسان شغوف، شوقي لمكة لا مداد لوصفه، فالقلب من فرط الهوى ملهوف. لبقاع مكة هيبة قدسية
فالكل مزدحم يشق صفوف، فإذا المؤذن للصلاة أقامها